يقول لك طب معلش سؤال فني، هنبدأ منين وهنمشي ازاي؟ في ناس بدأت حفظ من سورة البقرة، وفي ناس استطولوها وما قدروش ان هم يكملوا فيأسوا وما كملوش، انما اغلبنا من واحنا صغيرين كنا بدأنا حفظ من جزء عام وحافظين صور كتير منه. فهنعرض عليكم يا جماعة مشروع مهم قوي اسمه مشروع المحطات السبع لحفظ القرآن الكريم. تعالوا يا جماعة نشرح لكم مشروع المحطات السبع لحفظ القرآن الكريم. عندنا 7 محطات متدرجين في صور القرآن والتجويد والتفسير هنحفظ بيهم القرآن ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض هنبدأ منين وهنمشي ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها يا جماعة ان شاء الله من اخر القرآن، من عند جزء عام. كتير مننا يا جماعة حافظ من هو صغير صور كتير من جزء عام، نكمله ونراجعه وناخدها دفعة قوية بإنجاز في الحفظ من البداية. المحطة اللي بعد كده يا جماعة ان شاء الله من سورة قاف، هنحفظ من سورة قاف لحد جزء عام. طيب المحطة الثالثة هناخد من عند سورة ياسين، هنحفظ من سورة ياسين لحد سورة قاف. كده يا جماعة ان شاء الله هنكون حفظنا ربع القرآن، وجوانا حماس كبير جدا بالإنجاز اللي عملناه وشوق كبير عشان نحفظ السورتين اللي نفسنا نحفظهم من زمان، البقرة وآل عمران، عشان يجوا غمامتان علينا يظللوا يوم القيامة. فنروح بسرعة يا جماعة ان شاء الله للمحطة الرابعة لحفظ القرآن الكريم، محطة البقرة وآل عمران. بعد كده يا جماعة ان شاء الله هنروح للمحطة الخامسة، هنروح لحد سورة الكهف. هناخد بقى يا جماعة من حد سورة الكهف لحد ياسين. بعد كده لسه لنا محطتين بس، الستة والسبعة، قربنا خلاص ان شاء الله. ناخد ان شاء الله المحطة الستة يا جماعة من عند سورة النساء لحد الأعراف، والمحطة الأخيرة من الأعراف لحد الكهف، وهتكون آخر سورة بنحفظها ان شاء الله يا جماعة سورة الإسراء، ونختم القرآن بإذن الله.